عاملين ايه في الجو اللي احنا فيه ده؟ يا ترى كده قاعدين مكنونين سقعانين وبردانين وبالبطاطين متغطيين؟ ايه رأيكم نرمي البطاطين وندخل على المطبخ نولع الفرن، نعمل حاجة حلوة منها ندفي البيت ونتسلى بيها كده واحنا قاعدين كلنا متجمعين. النهاردة هعمل معاكم نوع من أنواع الكوكيز، طريقته بسيطة جدا وطعمه مميز جدا. الكوكيز ده هنعمله بالطريقة الأصلية بتاعته. الكوكيز ده بربع كيلو دقيق هتعملي كمية محترمة منه، وكمان تسويته في الفرن بسيطة جدا، وأنا أضمن لكم إن طعمه هيعجبكم ويعجب الولاد قوي. وهتتأكدوا من كلامي لما تاخدي كده قطعة من الكوكيز يا سلام عليها مع كوباية اللبن أو كوباية شاي بلبن. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف هنعمله ازاي بسرعة على طول. وعلشان الوصفة ما تاخدش مننا أي وقت هندخل على المقادير على طول. أنا محتاجة هنا 160 جرام زبدة طرية